السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على اخوكم معاذ. كنبغي نهنئ كاع المغاربه على الانجاز العظيم اللي هو اولا تنظيم كاس افريقيا 2025، ثم تنظيم ان شاء الله كاس العالم للانديه 2029 اللي غيكون فيه 34 نادي، وديك الساعه يكونوا مؤهلين ليه بزاف ديال الانديه المغربيه وباش يشاركوا فيه ويكون ويمشيو لابعد النقطه باش غيكون في بلادنا. وان شاء الله تاني ننظموا كاس العرب 2029 ديال المنتخبات واحسن حاجه وانجاز اللي كنا كنتظروا من سنوات وكان كنتظروا والدينا وجدودنا اللي هو تنظيم كاس العالم 2030 رفقه البرتغال واسبانيا. هذا الانجاز اللي عظيم اللي يقدر ما يفهموش اي واحد، حيت كاين عقول اللي بسيطه ما عادش فهمت الانجاز، ولكن الانجاز العظيم راه ياثر على المغاربه كاملين بالايجاب. وخاصك تحاول تكون مستفد من كاس العالم ديال 2030. تحاول تكون كتبيع شي حاجه، كتصنع شي منتوج، عندك شي مشروع، عندك شي حاجه، خدام في شي حاجه باش تكون منتج ماشي مستهلك. وحاول من دابا تشد بلاصتك، وان شاء الله بقينا حيين راه غيكون اعظم مونديال داز في التاريخ، احسن من ديال قطر، احسن من ديال امريكا. وكنهنئ جميع المغاربه على هذا الانجاز العظيم. كنتمنى ان الفينال بزاف ديال المباريات الحاسمه ومباريات ديال المنتخبات القويه من ايطاليا ان شاء الله علاش لا يتلعبوا عندنا هنا في المغرب باش يكون انجاز عظيم وتنجح لنا التظاهره. كنقول بان كلشي غادي يستافد، وغتكون واحد 20 و 30 عام ديال التطور في المغرب، حيت اسبانيا في 1982 كانت دولة من دول العالم الثالث، ومن نظمت كاس العالم اللي داتو ايطاليا بفضل هدفين ديال روسي، ديال باولو روسي، ولاش من بين اعظم، ولاش من دول العالم الثالث. فهاد المونديال غنهربوا على افريقيا كامله وغادي نوليو حنا نقدروا نوليو من العالم، من دول ديال العالم الاول. اش غادي يجيب لك واحد 20 عام ولا 30 عام ديال التطور، غيكونوا مستشفيات، غيكون طرق، غيكون تيجي فيتا، يقدر يكون حتى الاكادير، غيكون حتى الاكادير وما كرهناش يكون حتى العيون، غيكونوا قطارات جداد، غيكونوا خطوط ما بين خطوط جويه داخل المغرب وخارج المغرب، غيكونوا بزاف ديال الحوايج. غيجيو السياح بزاف اللي غيبقاو يزوروا المغرب، وغيجيو قبل دابا من تعلن ان 2030 غيكون مونديال في المغرب. غيجيو سياح قبل كاع اللي كان ما تيقش انه يجي، كان خايف وتيسمع اشاعات وما عارف المغرب، دابا غيزيد يتيق وغيجي وهاد السياح اللي غيجيو راه كتستافد منهم انت اللي كتبيع اي حاجه في الشارع راه كيجيو يشرو عندك، انت اللي عندك طاكسي، انت اللي تدير اي حاجه تيجيو تيشرو من عندك اي حاجه. خاصكم عاد تكونوا عند حسن الظن، ما تزيد عليهم والو، بيع عليهم بداكشي اللي موالف كتبيع للمغاربه باش اللي مشى يعاود يرجع. هذا هو ليسونسيال، باش اللي شرا من عندك مره يعاود يرجع ويجيب لك خوتو وخواتاتو وعائلتو ودربهم وكل شيء. وكنتمنى ان غيكونوا عندنا شيرانات اللي كبار، كنتمنى اننا نكونوا عند حسن الظن ديال العالم، ويكون مونديال تاريخي. وانا متاكد بان ان شاء الله لا بقينا حيين غيكون مونديال تاريخي. لا داعي للتشاؤم، كي غيخرجوا صحاب الشعبويه اللي تيقالوا على الشعبويه يقول لك اش بغينا بهاد كاس العالم وباش غادي يزيدنا وداكشي، وكره باش غتنفعنا. الكره راه كتسمى القوه الناعمه. علاش السعوديه دابا كتخسر زباله ديال الفلوس باش تنمي القوه الناعمه؟ القوه الناعمه راه تحطك، تخلي المستثمرين يجوا عندك، تخلي بزاف ديال الحوايج يطوروا عندك في البلاد، تخلي بزاف ديال الناس يتيقوا، السياح يتيقوا يجوا عندك البلاد، كيخسروا عندك فلوسهم. وانت المواطن العادي اللي كتبيع قلت لك اي حاجه، واخا تكون كتبيع كلينكس كيشري من عندك هذاك السائح، راه انت كتستافد بطريقه مباشره. وعن جانب بطريقه غير مباشره ان كل شيء البنيه التحتيه كتصعد، حيت الفيفا عندها معايير ما يمكنش تعطي اي بلاد تنظم كاس العالم، خاصك معايير كتحترمهم، مستشفيات، طرق، خطوط داك المواصلات، بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نطرقوا لهم في فيديوهات قادمه. راه باش تنظم كاس العالم مرافقة دول من العالم الاول بحال اسبانيا ودولة بحال البرتغال راه بزاف، وغيكون الدول اللي شاركات 100 عام
اللي هي الارجنتين الباراغواي والاوروغواي غادي ينظموا المباراة فقط ديال الاستقبال ديال فقط المباراة الاولى لكل منتخب منهم غادي غيتلعبوا في بلادهم. اما المباريات الاخرى غيجيو للمغرب، واللي غيمشي لاسبانيا غيمشي لاسبانيا، واللي غيمشي للبرتغال غيمشي للبرتغال. انا كنحلم ان حنا غننظموا حنا سميتو مباريات ديال المغرب، ولكن كنحلم ان ايطاليا تلعب عندنا حتى هي، حيت هذاك هو المنتخب رقم 2 بالنسبه ليا من بعد المنتخب المغربي. كنتمنى انه تا هو يلعب عندنا هنا في المغرب. ومازال غيكونوا فيديوهات على هذا الحدث العالمي اللي غيكون في المغرب،